يا جماعة الفريلانسنج للأسف اتملى واتشبع بناس كتير جدًا، وما بقاش في مساحة لأي حد مبتدئ اللي هو يبدأ فيه، وده حرفيًا اللي أنا كنت باقوله من 7 سنين فاتوا أول ما بدأت مجال الفريلانس، بس حابب أطمنك اللي كان بيقول كده الحمد لله دلوقتي بعد 7 سنين من رحلة الفريلانسنج دلوقتي بقى وحش من وحوش المجال في المجال بتاعه يعني الحمد لله. فتعالَ بقى أقول لك خلاصة الموضوع ده، وخلاصة الموضوع ده حرفيًا في الجملتين اللي أنا هاقولهم لك، السوق دايمًا هيحتاج ناس وأنت دايمًا تقدر تقدّم قيمة في السوق ده. أنا عايز أقول لك بشكل سريع قصتي في الfreelancing. أنا لمّا بدأت من 7 سنين أنا كنت بافتح منصة زي منصة مستقل يعني، كنت باشوف وحوش، كنت باشوف ناس تقييمات عالية جدًا، عاملين مشاريع كتير جدًا، ناس كتير جدًا بتقدّم تقريبًا فوق ال60 أو 70 proposal في المشروع الواحد، فكان بالنسبة لي المنافسة شبه معدومة. بس الحاجة الوحيدة اللي فرقت معايا وخلّتني أعرف أنافس هي حاجة واحدة بس، اللي أنت تدرس منافسينك. فقصة الفريلانسنج عامةً هي بتتلخص في كام نقطة، اعمل بروفايل كويس، اعرض شغلك كويس جدًا، اتكلم عن نفسك كويس، ادرس منافسينك بشكل كويس، وقدّم في مشاريع أنت فعلًا متمكن منها، والنقطة الأهم من كل ده اللي أنت تكتب عرض ما يترفضش من العميل. ولو عايز فعلًا اللي أنت تعرف إزاي تبدأ كفريلانسر بشكل صح، اكتب في الكومنتس freelance وهارُد عليك بكل التفاصيل، واعمل follow للaccount ده عشان هتلاقي content زي ده كتير جدًا.